ازاي نعمل باك فليب في 5 خطوات. بس قبل ما نعمل الحركة لازم الأول نسخن كويس، وده اللي مازن عمله هنا. بعد كده ابتديت أبص على الجامب بتاعه وما شاء الله كان عالي جدا، وبرضه عملت له تاني اختبار وما شاء الله عمله بسهولة جدا. ودلوقتي نخش على حركة الباك فليب، ودي أول خطوة جامب عادي جدا زي ما انتم شايفين. وتاني خطوة بتبقى أصعب شوية، مفروض بنرمي نفسنا زي ما انتم شايفين كده وبنرفع رجلينا عالي. والموضوع هنا هو كان صعب معاه شويتين واخد مننا شوية وقت. بعد كده نخش على تالت خطوة وهي ولكن بنمسك رجلينا، وبرضه أخدت مننا شوية وقت ولكن عملها في الآخر كويسة جدا. وبعد كده نخش على الخطوة الرابعة واللي هي هيعمل نفس الكلام ولكن على كتفي. بعد كده الخطوة الخامسة هنعمل برضه نفس الكلام مرة تانية ولكن هلفه للآخر عشان ينزل على رجليه، وده عشان يحس بالحركة. وهنا بقى وريته الحركة بتتعمل ازاي. بعد كده جه وقته عشان هو يعمل الحركة، وما شاء الله من أول 3-4 مرات كان عمل الحركة ونزل على رجليه واقف. فاللي بعدها قررت ان انا ما ساعدهوش قوي وعملها كويسه جدا ما شاء الله، فقلت له ريح ووديها لوحدك. ودي اصعب كلمه الواحد بيسمعها لما اقول له روح اعمل الحركه لوحدك، ولكن ما فكرش كتير ما شاء الله عليه وابتدى يعمل الحركه لوحده. واهم حاجه هنا الاصرار عشان تعمل الحركه. فاللي عاوز يعرف تفاصيل عن التمرين يبعت لي مسج على الانستجرام او الفيسبوك، وبكده اكون قلت لكم